شخصية راحت أمريكا في الخمسينات واتعرفت على كونسبت الداينر وعجبها. اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من فيروز ريفيوز على فود توداي. احنا النهارده في حميد فرع اكتوبر. حميد ده شخصيه راحت امريكا في الخمسينات واتعرفت على كونسبت الداينر وعجبها، فقرر ان هو يجي يعمله في مصر هنا ويديله تويست مصري، عشان كده المكان اسمه حميد. كل حاجه بتتعمل عندهم في الكيتشن، الصوصز، البانز اللي هي العيش بتاعهم، كل حاجه بيحبوا يعملوها هم اوريجينال عندهم جوه الكيتشن. عايزين بقى نخش ندوق ونجرب ونشوف ايه الكلام. يلا بينا. طلبت تشيدر هالابينيو بوبرز وكيسو فرايز وتشيزي هوت دوج وجريفي مشروم ميت بولز، اوريجينال ميبل جليز تشيكن وجريلد تشيكن، وكمان الاوريجينال برجر بتاعهم. جربت الاول الكيسو فرايز، طعمها كان حلو قوي، بس بصراحه اللي كانت مفاجاه هي الهالابينيو بوبرز، ما تخيلش انها تعجبني للدرجه دي. الجريفي مشروم ميت بولز طعمها كان يجنن، والتشيزي دوج كمان. العيش كان معمول بطريقه غريبه كده بس طعمه كان تحفه. الاوريجينال برجر بتاعهم كان حلو قوي برضو، العيش بتاعهم طري قوي والباتي كان طعمها فظيع. اما الاوريجينال ميبل جليز طعمه كان يعني رهيب، لازم تجربوه. الجريلد تشيكن كمان طعمه كان حلو قوي. اخر حاجه بقى هي حلاوه الميبل سيرب سوفتي رول. الرول ده جواه ايس كريم وميبل سيرب وحلاوه. بصوا مش قادره اقول لكم قد ايه هو فظيع في حلاوته، قنبله يا جماعه. بصراحه كانت الاكسبيرينس كلها حلوه، الاكل بجد نضيف، المكان لذيذ وفيري ويلكمينج كده، والاكل خلص بسرعه جدا مع اننا طلبنا حاجات كتير قوي. حقيقي المكان ده فظيع في جماله، وقد ايه الاكل بجد نضيف والكواليتي بتاعته عاليه قوي، يعني مكان يستاهل ان انتوا تروحوه.